هنعمل الأطباق القمر الحلوة دي في أقل من 10 دقايق. هنكون مجهزين الطبق القمر ده، مش هياخد مننا أي وقت خالص، بتكاليف بسيطة بحبة حاجات من عندك في البيت كده، وهنجهز أحلى طبق حلو كده ممكن نقدمه بكل سهولة. معايا كده كوباية إلا ربع من الرز، نقعاها ربع ساعة وغسلاها كويس جدا، وعليها كوبايتين وربع كده من المية، وهحطهم على النار. أول ما يغلوا والرز بتاعي يستوي ويعجن معايا، هنزل عليه بكيلو من الحليب كامل الدسم. لازم يكون الحليب بتاعك كامل الدسم، وهقلبه كده مع بعض لحد ما يغلو. وهحط معايا 3 معالق سكر على النص كيلو حليب. على الكيلو بحط 6 معالق سكر، واقلب كده الرز مع اللبن مع السكر اللي انا حطيته يغلوا غلوتين كده مع بعض. وهحط معايا 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، ولو مش متوفر ممكن ما نحطهوش عادي، بس هو بيفرق جدا في طعم الرز بلبن بتاعي. ومعايا كده كيس من الكريم شانتيه، كيس من النشا، اخدت منه 3 معالق مع ربع كوبايه من الميه كده، ودوبتهم مع بعض وحطيتهم على الرز بتاعي بلبن. اول ما غلي كده، بعد ما حطيت الكريم شانتيه، خدي بالك النشا دي بنحطها متاخر خالص. ومعايا معلقه قشطه بلدي كده حلوه، بتعزز لي طعم الرز بتاعي قوي ومهمه جدا. وحطيت برضو معلقتين لبن بودر، بس هما ما جوش معايا في الكاميرا، مهمين جدا برضو وبيفرقوا جدا في طعم الرز بتاعي. اول ما يغلوا غلوتين كده واشيلهم من على النار كده، وابدا اصب الاطباق بتاعتي او البولات بتاعتي بالشكل ده على طول. اسيبه يهدى دقيقتين كده، وبعدين اصب في الاطباق بتاعته. ممكن نحط في طواجن كده عادي، وممكن نحط في صينيه كبيره كده اللي متوفر عندك. هصب كل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص الاطباق بتاعتي جهزت كده وهي سخنة. هحط عليها جوز هند، زبيب، فستق، سوداني مجروش، اي نوع مكسرات انتي حباها حطيها كده وقدميها كده، ويبرد وتدخليه التلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين تبدأي تاكليه. احلى طبق رز بلبن ممكن تعمليه، كريمي قوي ودايب في نفسه كده. وتقدمي بقى عليه قطع بسبوسة، بولة ايس كريم كده من فوق، معلقة ايس كريم كده على الرز من فوق. احلى طبق طبق رز بلبن ممكن تاكليه. الوش مكرمش من فوق زي ما بنجيبه من المحلات، كريمي وطعمه خطير ودايب جدا بقى بدون سحلب بقى. والمكونات اللي احنا بنحطها الخزعبلية دي بنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتقاومي الطبق حرفيا. هتفضلي تاكلي في الطبق كده من جماله ومش هتخلصيه. على طبق رز بلبن ممكن تعمليه وتاكليه، وفي ثواني هتحضريه ومش هياخد منك اي وقت. رز كريمي كده ودايب كده، طعمه خطير قوي وكريمي وطعمه حلو قوي. طعم البسبوسة كده مع طعم رز بلبن، ميكس خطير ما بينهم كده، مع جوز الهند اللي انا حطيته طعمه خطير قوي. لو حطيتي برضو زبيب او اي مكسرات مع الطبق الخطير ده، فهينقل طعم الرز بلبن بتاعك في حتة تانية خالص. زي ما انت شايفة الرز كريمي قوي ودايب جدا، يعني بيدوب في البق كده، معلقة كده ورا معلقة مش هتقاومي من جمال الطبق. مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة عندنا في البيت، ومش هياخد مننا اي وقت ولا مجهود خالص. في ثواني هتكوني محضراه. احلى ميكس خطير كده ممكن تعمليه في البيت، مش هياخد منك اي وقت خالص. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم، واستنونا في فيديوهات وصفات تانية كتير.